مرحباً بك في هذا الفيديو في رحلة إلى الأروقة المظلمة للعقل البشري، حيث تحاك أقوى الخيوط وأكثرها خفاءً. نحن هنا لا نتحدث عن سيطرة واضحة أو أوامر صارخة، بل عن عالم آخر كامل، عالم فن السيطرة. كيف يتحكم بك الآخرون دون أن تلاحظ؟ الكثير طلب مني أن أتكلم عن موضوع المغرب. واحد صديقي قال لي رجاء تكلم عن المغرب لأن هناك مظاهرات والوضع لا يبشر بالخير. فأنا قلت له ما يحدث في المغرب هو مجرد زوبعة في فنجان وسوف تنتهي، لن يحدث شيء. فالسؤال هو من أين أتيت أنا بهذه الثقة؟ لماذا المغرب لن يحدث فيها شيء؟ ودعني أشرح لك لماذا الموضوع هو مجرد زوبعة في فنجان. تخيل أنك مواطن عربي، مواطن غير مغربي، وقررت أن تفتح مشروع في المغرب، تستثمر في المغرب، مثلا تفتح محل فول، مثلا تبيع الفول. لما تجاوز الفتية الصبية في الجزائر حدود فتاوى أهل العلم من الأثبات من أهل الاستنباط، كان ما كان. اقرأ